عملت الفطيرة اهي على الطبلية متر في متر. بصوا كده هبدأ نحط لها السمنة. بصوا بنحط شوية كده، ونبدأ كده عشان متبقاش السمنة بتاعتي كتير تجزع النفس، بيبقى حسب طلب العميل عندي. شغالة بسمنة روابي، أنا مش شغالة ببلدي، البلدي بعمله بمخصوص. بصوا كده أنا حطيت أهو، هنبدأ نحط هنا كده. طبعا منسيبش حتة من غير سمنة عشان ما تتكلكعش مني، لأن السمنة بتاعتي دي اللي مخلينه لي توريقة. انتوا يمكن شايفين بصوا بتاع الله ما شاء الله رقيقة جدا وما انقطعتش مني. أنا بفردها بدقيق، ما بفردش بسمنة أو بزيت، عشان لما اديها السمنة بتاعتها تاخد سمنتها كويس، ما تبقاش ما فيهاش سمن. بنمسك كده الطرف ده كده، وطبعا ده على ما انتم شايفين بصوا. ايدي دي بتخليني اتحكم في السمنة عشان ما اكبش سمنة كتير. بصوا بجيب الطرف التاني ده كده، بصوا بشد على اخر ما معايا، بصوا واتني. بصوا شايفين نجاح الفطير، بصوا ان هي تكون كده، ده انه يعرفك ان الفطيرة بتاعتي ناجحة كويس ورقيقة كويس. في الطبلية كده عندنا لفيناها. هنخلص كله بنفس الشكل كده مع السمنة، ونطبق مع السمنة ونطبق عشان تبقى مرقة كتير وطبقاتها كتير. من ناحية تانية ما تبقاش ملكومة معايا، بتبقى مرقة جدا اهي. اهو بصوا والله السمنة الروابي يا جماعة بتخليها لكم فطيرة بيضة وزي الفلة. ومن ناحية تانية الفطيرة بتاعتي ريحتها زي البلدي بالظبط. بصوا شوفوا انتوا لو عديتوا الطبقات اللهم بارك هتلاقيهم يعني يخشوا اكتر من 12 13 طبقة. بصوا بنتني الطرف ده كده، ده على طريقة والدتي ربنا يديها الصحة والعافية يا رب، وطريقة ستي الله يرحمها. بصوا كده نجي منها كده بقى كده ونشيلها في الصينية لعند ما نخلص كله بنفس الطريقة دي كده. ونيجي بقى مسويين بتاعنا، هنوريكم انا بسويه ازاي. بصوا انا عايزه اوريكم حجم الفطيره بتاعتي بعد ما بتتعجن بيبقى وزنها كيلو 100 او كيلو 200. بصوا ده شكلها اهو، انا هفردها على دقيق. بصوا هو النور قطع دلوقتي بس حاليا اهو. بصوا انا بفردها بالدقيق، بفردها بالنشابه، ما بفردش بزيت ولا بسمنه ولا باي حاجه اهو. هخلصها فرد واوريكم شكلها. بصوا كده انا خلصت الفطيره اهو، بريحها كده على نفسي عشان مفيش حد بيعمل معايا اهو. وابدا كده بقى اشد من الاطراف بتاعتي عشان يبقى الطرف بتاعي مش تخين عندي اهو. هو الاضاءه والله النور قطع عشان محدش بس يقول الاضاءه الصوره مش واضحه ليه. بصوا بخلص كل الكميه بنفس الشكل كده قبل ما ادهن السمنه اهي. الفطيره خلصت، هنبدا برضو زي التانية كده اهو. نحط السمنه، طبعا انتوا شايفين بصوا الفطيره اللهم بارك شفافه مبينه الطبليه عندي، بس طبعا ده مش واضح قوي في التصوير. بصوا كده يا حبايب قلبي، انا سخنت الصينيه بتاعتي اهي، دي حجم الفطيره اللي انا بعملها
انا جايبه توم على قد الفطير عشان الفطيره بتاعتي كبيره. فانا ايه ببدا كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بسخنها وابدا اعمل كده. الحمد لله اللهم بارك. اللي بياخد من ده فطير بيبقى زبون على طول، يجيلي مره واثنين وثلاثه، لان ده فطير اهالينا مش فطير المحلات يا جماعه، ده غير بتاع المحلات خالص. ده فطير بلدنا بتاع البلد الريفي كده. اللي عايزه بسمنه بلدي بنعمل له بالطلب، واللي عايزه بالسمنه العاديه دي والله زيها زي البلدي، ما تختلف في حاجه عن البلدي. بصوا بنفضل نفرد فيها كده لعند الصينيه بتاعتي ما تتملي من ايه؟ من الفطيره. كل ما الفطيره تريح وهي معموله بالسمنه ملفوفه بالسمنه، كل ما بتقب معانا في الفرن وتبقى مورقه وتبقى جميله. يعني مش تعمليها تشتغلي بيها على طول، لا اعملي واركني اعملي واركني. لو انت تعملي 3 4 اعمليهم الاول بالسمنه وبعدين ايه تبداي تسوي بقى. انا عندي الفرن جديد ياخد 2 مع بعض، بسوي الاتنين مع بعض مره واحده اهو. نيجي حاطين بقى ايه شويه سمنه على الوش. هتقولي والله ما بتحطيش قشطه ليه؟ والله ديت على قد الزبون في متناول الجميع يقدر ياكلها. يعني معلش واحد عايز ياكل فطيره بعملها بسمنه بلدي ب 120 واللي من غير سمنه بلدي ب 170 جنيه، في فرق كبير، فرق 50 جنيه. فال 50 دي الواحده يحط عليها 20 جنيه كمان واحده، خلينا ناكل واحده بس ناكل اتنين. فهي بتتحسب كده يعني. بص كل واحد حسب مقدار فلوسه وحسب ما هو بيحب. بصوا كده احنا عملنا بقى الصينيه اهي. هحط له بقى شويه سمنه على الوش كده من فوق. بصوا السمنه دي بقى نديها تلميعه حلوه اهي. وانا بتكلم بكل امانه ما بقولش بسمنه بلدي وهي سمنه مزارع، انا بشتغل بسمنه جاموسي فلاحي. عشان كده الفطيره بتبقى غاليه لان الحاجه غاليه. بصوا كده ندخلها بقى الفرن على درجه حراره الفرن بتاعي ساخن مسبقا. بنهدي النار ما بعليش، واول ما ياخد لون من تحت بنبدا نعلي ياخد لون من فوق. بصوا يا حبايب قلبي بصوا حبه عامله ازاي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا سويت اول اتنين كده فاضل اتنين. بصوا يا حبايب قلبي الفطير وجماله. بصوا بسم الله ما شاء الله ريحته تحفه، ريحته تجنن. بألف هنا للي هياكل حاجه.